السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو النهارده مميز جدا، هنعمل 27 قطعه جاتوه باسرع وابسط طريقه، اقتصادي، بدون بيض، بدون حليب، بدون خلاط ولا مضرب كهربائي، بمكونات بسيطه وموجوده في كل بيت. هنعمل احلى واطعم جاتوه، هش جدا بيدوب في البق، طعمه احلى من الجاهز، حاجه كده فاخر من الاخر. تابعي الفيديو للاخر ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا وصفتنا. اول حاجه هحضرها هي الكيك. في بوله هحط كوبايه وتلت من الميه، ما يعادل 260 جرام، كوبايه من السكر حوالي 200 جرام، والسكر حبيبات عادي خالص. هنقلب السكر مع الميه لغايه لما السكر يدوب تماما. بعد كده هضيف نص كوبايه من الزيت ما يعادل 100 جرام، هضيف كمان ظرف من الفانيليا وهقلب كل ده مع بعضه. بعد كده هضيف معلقه كبيره من الخل، بتخلي الكيك هش جدا في منتهى الجمال. بعد كده هضيف الدقيق، بس قبل ما نضيفه مهم جدا ان احنا ننخله. جبت مصفى احط فيها كوبايتين من الدقيق، بس شلت منهم معلقه كبيره علشان احط مكانها معلقه كاكاو كبيره. وزن الدقيق 225 جرام. هضيف الكاكاو ويكون نوع الكاكاو كويس، افضل نوع هو الاسباني. وزن معلقه كاكاو 15 جرام. هضيف كمان ظرف كامل من البيكنج باودر، رشه صغيره من الملح، ورشه صغيره على طرف المعلقه من البيكربونات الصودا اللي هو الكربونات موجود عند العطار. هضيف منه حوالي جرام واحد، بيدي طراوه حلوه قوي للكيك. هنخل بقى المكونات دي كده مع بعضها بالشكل دوت. بعد كده هقلب الخليط بتاعنا كويس جدا لغايه لما يختفي الدقيق، نبطل تقليب تماما. وبكده يكون الكيك بقى جاهز معانا وده قوامه المظبوط. هجيب صاج مقاس 30 في 40، هدهنه بالزيت وكمان رشه من الدقيق، والزياده من الدقيق هتخلص منها. هصب الكيك في الصاج. لو ما عندكيش صاج ممكن تستعملي اكبر مقاس من الصواني الالومنيوم المستطيله، المقاس الكبير فيهم. تمام. هوزع الكيك في الصاج كويس بحيث يبقى الكيك متساوي في الصاج كله، ونخبط الصاج خبطتين على الرخامه علشان نطلع منه اي هوا زياده. بالنسبه للتسويه، الفرن بتاعنا يكون سابق التسخين على درجه حراره 180، هنسخنه مش اقل من ربع ساعه. هندخل الصاج على الشبكه في النص، الفرن يكون شغال من تحت بس. هتقعد الصاج الكيك في الفرن حوالي 30 دقيقه ويبقى جاهز معانا. تعالوا بقى نعمل التشريبه اللي هنشرب بيها الكيك اول ما يطلع من الفرن. عندي نص كوبايه من الحليب الدافي، ضفت عليه معلقه صغيره من السكر مش مليانه، وربع معلقه صغيره من النسكافيه سريع الذوبان، ممكن بديله الكاكاو. هنقلبهم بالشكل ده، وممكن تستغني كمان عن الخطوه دي لان الكيك بيبقى طري جدا، مش محتاج خالص الخطوه دي. انا ضفت منه على الكيك حوالي معلقتين 3 بس، ما كترتش منه خالص والباقي شربته انا. ده الكيك بعد ما خرج من الفرن طري جدا. بخل هبتدي اعمل فتحات بسيطه كده علشان التشريبه تدخل في قلب الكيك. هحط كده حوالي معلقتين 3، مش هكتر من التشريبه لان الكيك طالع بجد طري. هسيب بقى الكيك بتاعنا على جنب يبرد تماما لغايه ما نحضر الكريمه. في بوله هضيف كوبايه ونص من الحليب المثلج الساقع جدا، شايفين لسه فيه تلج اهو، ممكن تستبدليه بميه ويكون برده ساقعه جدا. هضيف نص كوبايه من السكر وهقلب علشان السكر يدوب. بعد كده هضيف كوبايتين من الكريم شانتيه الخام ومعلقه كبيره من الكاكاو الخام. لو حابه الكريمه تكون اغمق من كده زودي معلقه كمان من الكاكاو. عندي معلقه كبيره من صوص الشوكولاته كانت باقيه عندي، هضيفها عليه بتديله طعم حلو، ممكن تستغني عنها. هقلبه الاول بالمضرب اليدوي علشان ما يعفرش عليا، وبعد كده هضرب بالمضرب الكهرباء. هضربه كويس جدا لغايه لما حجمه يزيد. خلاص كده خلصنا ضرب. ودي شكل الكريمه. هدخلها التلاجة لمده ربع ساعه تمسك نفسها شويه. حضرت كوبايه وحطيت فيها كيس تلاجة، كيس عادي خالص، وهنزل بكميه من الكريم شانتيه جواه، وبعد كده هفتحه من الطرف وابتدي اوزعه على الكيك بالشكل ده. اهم حاجه ان الكيك بتاعنا يكون بارد جدا، وبأي حاجة متاحة عندك تساوي سطح الكيك وتنعميه. ممكن تبلي الاسكرافر كده ببسيط من المية وتساوي السطح بالشكل ده. بعد كده هنمسح اي زيادة بمنديل، وهندخلها التلاجة 10 دقايق على ما نحضر صوص الشوكولاتة. في الخلاط هضيف كوباية من الحليب، كوباية من السكر، وهضربهم علشان ادوب السكر. بعد كده هضيف 5 معالق كبار من الكاكاو، وعندي ربع كوباية زيت هضيفها شوية شوية والخلاط شغال. عاوزه اقولك ان دي اسرع واسهل صوص شوكولاته ممكن تعمليه. خلاص كده بقى جاهز معايا وده قوامه. هاخده وهصبه على الكيك بتاعنا وهوزعه كويس جدا بالشكل ده، وهنحطه بقى بعد كده في الفريزر لمده ساعتين. بعد كده هنقطعه. بالنسبه للتقطيع بقى هاجي على الجانب الكبير، هجيب كده مسطره او بالنظر
هقيس من الجنب الكبير ده، يعني تقريبا هعمل القطعة عرضها حوالي 4 سنتي او 4.5. تمام. هعلم علامات كده زي ما انتوا شايفين علشان ايه ما تلخبطش ويطلع الخطوط بتاعتي متساوية. هقطع يعني هيعمل لي من 9 ل10 قطع على حسب المقاس اللي هتعمليه. اما الجانب التاني اللي مقاسه 30 هقسمه على 3 بطول كل قطعة 10 سنتي. هبتدي بقى اقطعه بالشكل ده بالراحة كده. عندي مية سخنة كده على جنب. بعد كل تقطيع هحط السكينة في المية السخنة دي وبعدين انشفها بمناديل وارجع اقطع بيها تاني. الصاج عمل لي 9 من الجانب الكبير و3 من الجانب الصغير، يعني المجموع كله حوالي 27 قطعة ما شاء الله عليه. بالنسبة بقى للتزيين، هتزينيه بأي شكل على حسب ذوقك وإمكانياتك. عملت أنا وردات من الكريم شانتيه وعندي شوية كده من الشوكولات شيبس كانوا موجودين عندي في التلاجة، هوزعهم بالشكل ده. وكمان عندي برضو باقي شوية كده بسكوت برضو كانوا موجودين عندي في التلاجة، هوزعهم برضو بالشكل ده. يعني اي حاجة عندك موجودة حطيها، يعني ممكن تحطي حتى مكسرات، جوز الهند، شوكولاتة مبشورة، اي حاجة زيني بيها وهيطلع في النهاية الشكل جميل والطعم خرافي. وبكده الجاتو بقى جاهز معانا. شايفين الشكل؟ حاجة كده في منتهى الجمال. نشيل قطعة كده بمعلقة او سباتيولا اي حاجة. شايفين شكل جاتو؟ تحفة، خفيف وهش وطبقة الكريمة كده والشوكولاتة حاجة كده في منتهى الجمال وطعامه. طعمه حلو جدا، ده يدوب كده، يعني بيدوب في البق كده لوحده. وكمان السكر بتاعه مظبوط جدا. الجاتو بتاعنا اقتصادي جدا، حلو جدا، سهل وسريع، وكمان لو عملتيه مرة هتعمليه على طول. جربيه وان شاء الله هيعجبك. دي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب يكون نالت اعجابكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير، واشوفكم على خير في وصفة جديدة.